تخيل انك رجعت بالزمن 100 سنة لورا. جرح صغير في ايدك ممكن يقتلك، دور برد بسيط ممكن يتحول لحكم بالاعدام، والعمليات الجراحية كانت مخاطرة مرعبة لحد ما ظهرت حاجة غيرت التاريخ كله: المضادات الحيوية. البنسلين كان معجزة، حرفيا انقذ ملايين البشر، والناس كانت فاكرة ان خلاص كده انتصرنا على البكتيريا للابد. بس الحقيقة الحرب لسه شغالة، ويمكن احنا دلوقتي بنخسر. النهارده بقى في سؤال مخيف: ليه المضادات الحيوية ما بقتش شغالة زي زمان؟ ليه في ناس بتاخد علاج وما بيجيبش نتيجة؟ وليه بقى في امراض بسيطة بترجع تاني تبقى خطيرة؟ الاجابة مش بسيطة لكنها مرعبة جدا. خلينا نفهم الاول المضاد الحيوي بيشتغل ازاي. ببساطة هو سلاح بيهاجم البكتيريا، يا اما يكسر جدارها، يا اما يمنعها تتكاثر، يا اما يدمرها من جوه. يعني تخيل البكتيريا كأنها جيش، والمضاد الحيوي قنبلة بتضربهم. في البداية البكتيريا بتقع بسهولة، تموت وتختفي والمرض يروح. بس المشكلة ان البكتيريا مش كائن غبي، بالعكس ده من اذكى الكائنات في التطور، لانها بتتكاثر بسرعة رهيبة، وفي كل مرة بتتكاثر فيها ممكن يحصل خطأ صغير في تركيبها اللي هو الميوتيشن. الخطأ ده احيانا بيخلي بكتيريا واحدة بس تبقى مختلفة، وممكن تكون مقاومة للمضاد الحيوي. يعني ايه مقاومة؟ يعني المضاد يضرب وهي ما تتأثرش. تخيل بقى انك عندك مليون بكتيريا، المضاد الحيوي قتل 999,999 وواحدة بس اللي عاشت. الواحدة دي مش بس هتعيش، ده هتتكاثر وتبقى مليون تاني، بس المرة دي كلهم مقاومين. يعني نفس الدواء اللي كان بيقتلهم بسهولة ما بقاش ليه اي تأثير، وده بالظبط اللي بيحصل. طيب ليه المشكلة دي كبرت في الزمن بتاعنا؟ السبب الاكبر هو احنا. اول حاجه الاستخدام الغلط للمضادات الحيويه. ناس كتير اول ما بتحس باي دور برد او سخونيه تاخد مضاد حيوي، مع ان اغلب الحالات دي بتبقى فيروسات، والمضاد الحيوي اصلا ما بيأثرش على الفيروسات، لكن هو في نفس الوقت بيقتل البكتيريا الضعيفه في جسمك ويسيب القويه اللي عندها فرصه تبقى مقاومه. يعني انت بنفسك بتساعد البكتيريا تتطور. تاني حاجة انك ما بتكملش العلاج اصلا، تاخد المضاد الحيوي يومين 3 وتحس انك بقيت كويس خلاص فتوقف. بس الحقيقة ان البكتيريا لسه موجودة بس ضعيفة، ولما توقف الدواء هي بترجع اقوى، والمرة دي ممكن تكون مقاومة. تالت حاجة الاستخدام المبالغ فيه في الحيوانات. في مزارع الدواجن والماشية بيستخدموا مضادات حيوية بكميات ضخمة جدا عشان يسرعوا النمو او يمنعوا الامراض. البكتيريا هناك بتتطور وتوصل لنا عن طريق الاكل. يعني المشكلة مش فيك بس، ده النظام كله. طيب هل البكتيريا عندها طرق تانية للمقاومة؟ ودي اخطر حاجة. في بكتيريا بتفرز مواد تكسر المضاد الحيوي نفسه، يعني كأنها بتفكك السلاح قبل ما يوصل لها. وفي بكتيريا بتغير شكلها عشان الدواء ما يعرفش يمسك فيه. وفي بكتيريا بتقفل الابواب بتاعتها فتمنع دخول المضاد الحيوي اصلا. والاخطر انها بتقدر تشارك الصفات دي مع بكتيريا تانية، كانهم بيبعتوا لبعض كود المقاومه. يعني مش بس هي بتتطور، ده كمان بتعلم غيرها. وده اللي خلى يظهر مصطلح مرعب اسمه السوبر باجز او البكتيريا الخارقه. دي انواع مقاومه لعدد كبير من المضادات الحيويه، وبعضها مفيش لها علاج تقريبا. طب تخيل معايا السيناريو ده: عملية بسيطة زي استئصال الزايدة كانت زمان روتين، دلوقتي ممكن تبقى خطيرة لو حصلت عدوى بمضاد مقاوم. جرح صغير او التهاب بسيط ممكن يتحول لمشكلة كبيرة، مش لان الطب رجع لورا، لكن لان البكتيريا سبقتنا بخطوة. العلماء بيحاولوا يطوروا مضادات جديدة، بس المشكلة ان البكتيريا بتتطور اسرع بكتير، وكأننا في سباق، وكل ما نطلع سلاح جديد هي بتلاقي طريقة تهرب منه. طيب هل في امل؟ بس لازم نفهم ان الحل مش بس في العلماء، الحل في سلوكنا. يعني ايه؟ يعني ما تاخدش مضاد حيوي غير لما دكتور يكتبه، كمل العلاج للاخر حتى لو حسيت بتحسن، ما تستخدمش ادويه قديمه او من غير وصفه، وكون واعي ان كل مره تستخدم فيها مضاد غلط انت بتساهم في المشكله. لان الحقيقه الصادمه اننا ممكن نرجع لعصر قبل المضادات الحيويه، عصر كانت فيه العدوى البسيطه قاتله. والسؤال هنا: هل احنا فعلا مستعدين لده، ولا لسه عندنا فرصه نوقف الكارثه قبل ما تكبر اكتر؟